مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامج يا مسهرني. رجعنا مرة تانية نتقابل كل جمعة وسهرة خاصة جدا مع بعض ونجوم الفن والطرب. معايا النهاردة مطرب بجد كان نفسي ان انا اقابله من زمان جدا، من اول ألبوم عمله وبجد شد انتباه الناس كلها من صوته ومن ألحانه ومن الفيديو كليب بتاعه كمان. هو مطرب مجتهد جدا وصوت حساس بجد. معايا ومعاكم النهارده فنان جميل والحان جميله ايضا ومتميزه، استطاع بالفعل فتره قصيره جدا يكون ليه مكانه وشعبيه كبيره جدا عند الجمهور. جمهوره من الشباب سواء كمطرب او كملحن، لحن لمطربين تانيين كبار، خالي تماما من اي عقد، ما بيبخلش على اي حد بلحن حلو ولا كمان على نفسه. بالرغم من ان ألبومه الاول حقق اعلى الايرادات عام 2008 الا ان جدا حصلت له مع شركة الانتاج اللي بتنتج له الالبومات بتاعته. وتفاصيل اكتر واكتر، ايه رأيكم دلوقتي نكون مع بعض ونحيي ونستقبل ونحتفل كمان بالالبوم الثالث الناجح جدا واللي هنسمع معظم اغانيه النهارده في يا مسهرني. حيوا معايا تامر عاشور. لو حد ما فيهوش غلطة الحد ده هو انت، وازاي بجد انا بفكر اشبه حد من الناس دي، عشان انت بالنسبة لي حاجة صعب تيجي في بالي، وانا لو سرحت الفيلم بخيالي ما كنتش هوصل. لو حد ما فيهوش غلط الحد ده هو انت، انا افكر اشبه حد من الناس دي، عشان انت بالنسبة حاجة صعب تيجي في بالي، وانا لو سرحت الفيلم بخيالي ما كنتش هوصل.
اتقالت ومفيش حاجة كملت. كلامك قوي وبتحب تبان واحد غلبان وانا باجي عليك. كلامك وعمال على بطال، اللي بيتقال بتغير فيه. وفر على نفسك اي كلام علشان تسلم. اقدر اقول ان اللقاء ده كان نفسي اعمله معاك من زمان، ربنا يخليك. يمكن من اول ألبوم، وكل مره يحصل حاجه وما نعرفش نتقابل، ولكن تمت بحمد الله. الحمد لله. وتوعدني ان احنا هنتقابل مره ومرتين أكيد. وثلاثه أكيد كتير. والله. اكيد أكيد والله إن شاء الله. انت اغانيك متميزه جدا والحانك حلوه قوي. وفي البدايه ده ثالث ألبوم. اسم الألبوم ايه وتوقيت نزوله غريب شويه؟ غريب شويتين. مين كان ورا توقيت النزول ألبوم زي ده؟ يعني احنا لسه خارجين، يعني لسه الثوره ما خلصتش اعتقد. انا عن نفسي مبسوطه جدا، حاسه ان زي ما بيقولوا الروح رجعت تاني اللي مسهرني، لان انا بحب الفن قوي وبحب الغنى قوي، ويمكن انت من اول المطربين اللي انا ابتدي استضيفهم بعد الثوره، فحاسه ان الروح رجعت تاني. انا والله يعني انا شرفني ان انا اكون من اول المطربين اللي يجوا في مسهرني وفي قناه دريم بوجه عام. ميعاد نزول الالبوم ده بيرجع لشركه روتانا الانتاج، لشركه الانتاج. فيها ناس في الموظفين بتوع روتانا كلهم مسؤولين. مش يعني مش على درايه تامه بان ازاي ازاي ينزل يوم 7 فبراير، تنزل الالبوم يوم 7 فبراير. ده احنا لسه الثوره ما انتهتش لحد دلوقتي زي ما انت بتقولي. ايه السر وايه السبب؟ دي حاجات ما عرفتهاش. هم كلهم طرف واحد بيتكلموا مع بعض، ما حدش بيتكلم. ما خدوش رايك؟ تماما. انت صاحب الالبوم وانت المطرب. هم ما بيفرقش معاهم انا هقول لك على حاجه بس. انا لما بتكلم على روتانا انا ما بتكلمش على الكيان، انا بتكلم على فرع مصر. انا يعني ما بتكلمش على الكيان ككل، لانه هي في الاول وفي الاخر مؤسسه كبيره وليها قنواتها وليها اذاعاتها وليها كل حاجه. بس انا بتكلم على كيان روتانا، يعني بتكلم على المسؤولين اللي شغالين هنا في مصر. المسؤولين اللي في مكتب القاهره بالظبط. هم مش كتير، هم 2 3 يعني. هم يعني درايتهم بموضوع ان اولا الالبوم ده اتاخر كتير جدا. يعني انا مخلص. اقول ان المسؤولين في القاهره هم اللي حددوا ينزل امتى؟ اكيد. ما هو مش هينفع لان انا مصري، مش هينفع اللي في الكويت هم اللي يحددوا انا انزل امتى مثلا. يعني لازم يكون بموافقه حد مسؤول مصر من هنا. ازاي؟ يعني هو المشكله في الانتاج، فن الانتاج، ان انت لازم تعرف تتعامل مع الفنان، تعرف لو عندك رؤيه لاختيار اغاني اختارها اوكي، لكن ما ينفعش تبقى انت منتج، وما ينفعش تبقى انت عايز تكتب كلام شعر وعايز تلحن وعايز تعمل. يعني انت في البوزيشن بتاعك خليك زي ما انت، خلي المطرب يغني والشاعر يكتب والموزع يوزع كده يعني. بس ما ينفعش تتدخل قوي انك تمسك فنان ترميه في الثوره. ما ينفعش يبقى مثلا في مسؤول في مصر يقدر يحدد اذا كان المطرب ده يذيع اغانيه سواء في قناه دريم او في اذاعات مصر. يعني ما ينفعش العقود اللي ما بين الاذاعات وروتانا ما ينفعش تبقى موجوده بالمره. ممكن ياخدوا كم كبير جدا من المطربين، 10 مطربين مصريين، احسن 10 مطربين، ويقولوا خلاص هنمنع اذاعتكم مثلا في كل الاذاعات. ما ده بيحصل بالفعل. يعني هم بيعملوا لك زي نوع من عقد احتكار، بحيث ان انت الاغاني بتاعتك ما تتذاعش غير على القناه بتاعه الشركه المنتجه. خلاص. وهي دي المشكله، ان لما الشركه المنتجه بيكون عندها قناه فما بتقدرش تدي اي حد تاني، ودي مشكله على فكره بتواجه كل المطربين مع كل شركات الانتاج. عشان كده المطربين معظمهم بيسيبوا الشركه دي ويروحوا للشركه دي خليك زي ما انت، احتكر زي ما انت عايز حقك، لانك انت في الاول في الاخر بتصرف على السلعه نفسها. بس خلاص طالما ما بتذاعش كليبات ناس عندك بره، ما تاخدش كليبات حد تذاع جوه يعني. ولا هو مبدأ المفروض ما يبقاش فيه تفرقه يعني. انا بكلمك برضو على اشخاص، انا ما بتكلمش على الكيان. هم اللي ليهم مواعيد نزول الالبوم، وطبعا هم بيحبوا يدخلوا في اغاني والحاجات دي. انا استحاله اخد من حد اغاني. لو حد فيهم عايز يعني يقلد مثلا قدوه زي نصر محروس او اي حاجه، طب يعني استفيدوا من نصر محروس في فن الانتاج الاول، بعد كده ابدا اكتب، وبعد كده عايز يخرج مثلا. لا، وبين نصر محروس ده يعني انا بشوف ان هو زي بيقولوا وان اوف كايند، يعني هو شيء من نوع. اولا طلع مطربين مصريين جامدين. نصر محروس هو حاله خاصه جدا، حاله خاصه مع الفرق. وما بيرطرطش نفسه، يعني مش من النوع اللي تلاقيه شغال على طول. يعني هو بيمسك مثلا مطرب او 2 يركز معاهم شويه، ما يقدرش يركز مع كل الناس. في النهايه مش هينفع شركه يبقى عندها 100 وحاجه مطرب يركز معاهم كلهم. لا، يكون مستني عائد. فاكيد انت منزل البوم في الثوره مش مستني عائد.
انك ما تنزلش الالبوم في مصر لحد دلوقتي، ما تنزلوش في مصر. وطبعا هو مش يعني هو مش منزل تيشرت، يعني ده هو على النت وخلاص، وكل الناس هتجيبه في كل حته في العالم. صح. فانت عندك في قصور في ثقافتك الانتاجيه، وفي قصور في ثقافتك الفنيه. فما ينفعش تتعامل يعني لازم بيبقى في من الامير وليد بن طلال رقابه جيده جدا على الموظفين، وكانوا شغالين ايه ودراستهم ايه عشان يعرفوا يتكلموا مع الناس. سمعنا ان انت هترفع دعوة قضائية، م. فعلا هتعمل كده ولا طبعا عملت ايه؟ طبعا انا رفعت اوريدي دعوه قضائيه، مش انا بس، في اكتر من 16 او 15 اسم اشتغلوا في الالبوم. كون ان الالبوم ما ينزلش هنا ده بيبقى ضرر ادبي عشان اساميهم. هو الالبوم سواء نزل فين الأول؟ عازفين، نزل في قطر والامارات، وما نزلش في مصر لحد دلوقتي ما نزلش في مصر. الالبوم بتاعك لسه ما نزلش في مصر لغايه دلوقتي؟ يعني ومنعوا تامر عاشور مطرب مصري، ازاي البومه ما ينزلش في مصر؟ ومنعوا اذاعات اي اغنيه من الالبوم بتاعي في اي اذاعه مصريه. مين ليه المصلحه في كده؟ شخصي، مصلحه شخصيه. مين انت عندك فكره؟ مسؤول، طبعا المسؤول مين؟ بتاع اسمه ايه؟ اسمه سعيد امام. وانت ليه ما لجأتش للي اعلى منه؟ ليه ما رحتش لسالم اللي اعلى الريزي منه أو يعني وليد اللي يعين سعيد امام في وظيفه، اكيد مش متفتح. ايه مصلحته انه يمنع اغاني مطرب مصري في مصر ومش مصري؟ المفروض انه مصري، يعني كونه انه نزل في الثوره، المفروض انه يعني ما اسرائيلي انت منزل في الثوره. القضيه مش هنا، القضيه ان انت نزلت الالبوم في الثوره وانا اعتذرت للناس. هم روتانا مش عاجبهم الاعتذار، قال لك لا لازم تطلع تكذب الاعتذار، يعني انا اطلع خاين عشان انت تطلع مظبوط. ده هتوصل لايه في النتيجه دي؟ ما فيش. انا كلنا اجتمعنا مع يعني الناس اللي اشتغلت في الالبوم كلها اجتمعت، سواء عازفين او شعراء او ملحنين او موزعين او اي حد. كل اسم ما اتكتبش اسمه ده ضرر ادبي. هم ما عندهمش برضو درايه بموضوع الشؤون القانونيه. هم فنانين، يعني انتوا كمان انتوا فنانين، انتوا مالكوش علاقه بالحاجات دي. فانتوا تنزلوا الالبوم بتاعكم في مصر وفي الوطن العربي كله، بس في بلدك اهم. البوم حد غريبة بيحب، البوم حد بيحب نزل في مصر، بعديها ب 20 او 30 يوم نزل في الدول العربيه. انت ده ثالث البوم ليك، انت قبل كده اللي كنت بتعمله مع الالبومات التانيين ما تنفذش مع الالبوم ده؟ يعني الخطه اللي كانت بتتعمل مع الالبومات اللي قبل كده ما اتعملتش؟ لا، روتانا بتاخد لحد ما توقع، يعني روتانا بتاخد روتانا ما بتصنعش. مفيش صناعه الروتانا، ما بيصنعوش نجوم، مفيش صناعه، في تكمله. لو هينفع يكملوا. ايه المشاكل اللي بيعملوها لهم؟ بيتدخلوا في الفن، بيتدخلوا في الفن. ما ينفعش يبقى في فلتر ما بينك وما بين الملحن ولا الشاعر، لا، من الشاعر للمطرب ومن الملحن للمطرب. ما ينفعش يبقى الموظف ينفع، مفيش مشاكل، بس لازم تكون على درايه. ومنتج فنان تبقى حد فاهم بالظبط، لازم تبقى نصر محروس عشان لو عايز تكتب كلام في يوم من الايام. يعني هم كانوا بيجيبوا لي كلام بفوجئ كلام المدير. طب تكتب ليه؟ ما تكتبش وعمرك ما كتبت. غريبه قوي. هتعمل زي نصر محروس، قلده في انتاجه، في شغلك. قلده، خليه قدوتك في فن الانتاج. انتج كويس، ما تنزلش في الثوره، لان الانتاج ده فن، لازم ميعاد. غريبه، انا مخضوضه من الكلام اللي بسمعه ده. هو ده اللي انا ده خاضت كل الناس. ان انا عايز الالبوم ينزل في بلدي، مجهود وعايز الناس تسمعه. انا عايز الالبوم ينزل في البلد اللي انا قاعد فيها طبعا. يشرفني طبعا ننزل في كل الدول العربيه. طبعا. ده شيء مكمل بس اساسا لروتانا كانتاج ماشي. صح. بس لما تدي قرار ان انت ده مش قرار عشوائي، القرار العشوائي. طب اسالك سؤال، لما رحت قلت للراجل ده انت ليه ما نزلتش في مصر ونزلت في قطر والامارات الاول، ردوا كده عليك قال لك ايه؟ لا، دي ردود مضحكه. لا عايزه اعرف، يعني انا جيت قلت لك انت ليه ما نزلتش البومي في مصر؟ قال لي اتصرف. قال لي اتصرف، فقلت له اتصرف في قطر؟ يعني ازاي اتصرف؟ طب في البوم بيتصرف بالكفر، اللي هو اللي بيبقى على السي دي. فيقول لي اصله بعديها بيومين ما اتصرفش، احنا وزعناه على التجار. طب ككيان ما تقدروش تمنعوا التجار؟ تمام، هتكسبوا منين؟ هتكسبوا من اي دوله عربيه الحال فيها مستقر يوم 7 فبراير. طب ايه عشان انا كان ليا البوم تاني في الشركه خالص، كان هو مختار 10 اغاني، 10 اغاني غير الاغاني اللي انا مختارها خالص. في حاجه زياده هزودها لك برضه. ال10 اغاني دول ما ينفعونيش ومش هينفع اغنيهم باي حال من الاحوال، لان انا قبل ما اكون مطرب بعرف الحن وبعمل فنان. للناس يعني المفروض حد اللي يختار لي الاغاني يكون فنان. الالبوم ده انا لغيته خالص، ما اشتغلتوش ولا اغنيه فيه.
باستثناء اغنيه او اتنين كان في ملحنين وشعراء كبار هم اللي مودين الاغنيتين، فعشان هم شاطرين فعلا انا خدت الاغاني دي وكملت انا بقيه ال10 اغاني اختياراتي. فكنت بشتغل مع مثلا الشاعر نادر عبد الله، كنت عايز اشتغل مع ايمن بهجت قمر، كنت عايز اشتغل مع وليد سعد، رفضوا الشغل مع ايمن بهجت قمر ورفضوا الشغل مع وليد سعد. ليه؟ عشان هم بيفرضوا عقود تعسفيه على الملحنين كمان؟ والشعراء. يعني مالهم بالشعراء والملحنين؟ اي حد هيشتغل مع تامر عاشور في روتانا مصر تأكدي تماما ان هو لازم يعاني، لازم يعاني. طيب ايه المشكله الشخصيه الكبيره اللي ممكن توصلهم يبقى عاملين واخدين موقف او انا ما هو في واحد بيبقى عايز ينسب النجاح لنفسه، انسب النجاح لنفسك في الحته الاداريه، ما تنسبش النجاح لنفسك في الحته الفنيه. انت اوريدي بقالك معاهم سنتين قبل السنه دي، بقالك معاهم 3 سنين انا بقالي معاهم تقريباً. 6 سنين. طب ايه ده؟ وانت اساسا انا اللي سمعته او قريته قبل كده ان انت فعلا الوليد بن طلال بيحبك جدا ومتمسك بيك جدا. انا كنت معاهم 6 سنين، المفروض في 5 سنين بره السنه السادسه انا عامل 5 البومات، انا عملت في ال5 سنين البوم واحد. ما اشتكتش يعني، ما طلعتش اشتكيت وقلت له انا مقصره ولا مش مقصره، تمام مفيش مشاكل، بس طالما الالبوم هيخرج زي ما انا عايز. لكن مش هتاخر وتيجي تفرض عليا اغاني وانت مش يعني مش مصدر فرض انك يعني ما عندكش الثقافه الفنيه انك تفرض على مطرب اغاني. ما ينفعش تقول لي اتعامل مع مين وما تعملش مع مين. غريب قوي. العقود دي كان كل الناس بترفض انها تشتغل فيها، فانا اضطريت للانتاج. انا معايا شركه روتانا بتنتج، انا اضطريت ان انا انتج في الالبوم اللي هم نزلوه في دول الخليج وما نزلوش في مصر لحد دلوقتي. هم بياخدوا بقى ارباح منه سواء يعني من انت الرينج شاركت تون. في انتاج ده كمان هم بياخدوا فلوس؟ شاركت في الانتاج، حتى الاغاني اللي هم انتجوها الناس مش راضيه باسعارهم هنا في مصر. فكملت انت كان من في عندك. الفروقات كلها كنت تمام، انا ما عنديش مشاكل، ما عنديش مشاكل في ده خالص، بس لازم يبقى في تقدير، لازم يبقى في مراعاه للثوره المصريه، لازم يبقى في مراعاه لشباب مصر. ما ينفعش مطرب مصري يتنزله واكلمهم اقول لهم يا جماعه انتوا عملتوا كده ليه؟ قالوا لي لا اصل احنا مش هننزله في مصر. طب ليه؟ اصل احنا نزلنا كاظم الساهر وبعد كده كلمنا ساندنا هو في الصحافه. قلت لهم يعني اطلع ساندكم في الصحافه؟ قالوا لي يا اللي تشوف. وانت ده مش البوم مثلا خليجي، مثلا البوم مصري. قلت له انا مش خليجي ولا عراقي، مم. يعني هو كاظم الساهر نزل البوم انا ماليش دعوه، مم. انتوا تحملوا، لكن انا مصري وفي مصر. وكمان مصر هي ولدك في ثوره. بالظبط، وكمان مصر هي صناعه، صناعه الموسيقى بالذات طبعا في مصر. طبعا. بيشرفنا جدا ان احنا نشتغل مع يعني بيشرفنا جدا ان احنا نشتغل مع مثلا حسين الجسمي، نانسي عجرم، طبعا ليسا. طبعا طبعا الناس دول بيفرحوا جدا ان احنا بنشتغل معاهم. طبعا. اوعى تبوظ العلاقه اللي ما بين الصناع وما بين المطربين، عشان هو في الاول في الاخر مفيش حد خسران غير شركه الانتاج. طبعا. لا، في النهايه العلاقات اقوى من كده بكتير. بكتير. طبعا. طيب يا جماعه انا مش هعتذر لروتانا. طيب امال هتعمل ايه؟ قلت لهم انا مش هعمل اي حاجه، انا زي ما انا هقدم اعتذار لان انتوا اهنتوني واهنتوا الشعب المصري قال لي خلاص طب هنمضي معاك عقد جديد. طب تمضي معاك عقد جديد ليه؟ لا هنمضي معاك عقد جديد بمبالغ تانية وهنصور لك 6 كليبات هنخرجهم بره روتانا. ادي الاحتكار راح، ما بقاش فيه احتكار في قنوات روتانا. طب ما عملوش كده من الاول ليه؟ ليه؟ لازم الواحد يطلع في الصحافه ويتكلم عليك ويجيب سيرتكم ويقول ليه؟ ده جو غريب، انا مخضوضه على فكره من اللي انت بتقوله. هو كل الناس عارفه الكلام ده، يعني بغض النظر ان انا طلعت اتكلمت او ما طلعتش لا لا، يمكن اتكلمت. انا ما كنتش متابعه لان طبعا احنا كنا في ثوره، فما كانش ما كانش كل ما كناش الفنانين، متابعين. انا بتكلم كل الفنانين اللي عانوا من روتانا قبل كده عارفين الكلام ده، بس ما حدش فيهم طبعا طلع اتكلم. اكيد ما حدش فيهم طلع اتكلم. هم بيسيبوا الشركه، يعني هم بيسيبوا، يعني انا عارفه ان في ناس كتيره قوي بصراحه هم متضايقين ان انا سبتهم، لا هم متضايقين ان انا سبت روتانا. الشوك افضل. هي طب دي تقول سياسة. ايه لاي مطرب جديد دلوقتي عايز يخش شركه روتانا؟ تنصحه بايه؟ والله ليك حريه اختيار، انا قدامك اهو. انت ليك نموذج حي. انت ليك حريه الاختيار. والاوديو المحترم لو حد عمل سي دي محترم ما بيفرقش بقى معاه شركه ولا لا مش طبعا. شركه، ولا طالما اوديو محترم هتنزل تاخد وضعك ومكانتك قدام الناس بالكلام والالحان والتوزيع، مش هتاخد مكانتك قدام الناس بالدعايه. روتانا ما عملتليش دعايه، وبعد ألبوم الثوره هيقول لك اصل الظروف في مصر. لا مفيش حاجه اسمها الظروف في مصر، الظروف في مصر يبقى تنزل دعايه. على فكره الظروف في الوطن العربي كله. يعني فلنفرض ما نزلتش، طب ما الظروف في الوطن العربي نزلته ليه في بقيه الوطن العربي ومصر لا؟ ما انا هجيب لك نسخه من ليبيا، يا نهار ابيض. هجيب لك نسخه من ليبيا، نزلوا نسخه في ليبيا، نسخه من فلسطين. ليه؟
ليه؟ تامر انا مخضوضه من اللي انت بتقوله. ليه؟ يعني انا قابلت مطربين كتير قوي من شركه روتانا. شركه روتانا المفروض انها شركه محترمه فيها نجوم كبار جدا، بنستضيفهم هنا على طول. اللي انت بتقوله ده بجد شيء يخضني جدا. والنهارده من خلال يا مسهرني واحنا برنامج فني، يعني يا ريت اي حد يوصل للوليد بن طلال المشاكل دي كلها، لان هو اسم كبير وشركته شركه طبعا. كبيره. ما يصحش ان يحصل كده خالص من مجرد موظفين صغيرين عنده. هي كيان. انا ما بهاجمش الكيان. لا مش الكيان، انا بهاجم انا بقول له فرع هو مصر. يعني يشوف الموظفين الصغيرين اما يكون عنده مطربين وناس محترمين وكده، ما يصحش ان ده يحصل. اكتر معاك عن المشاكل دي، بس انا عايزاك تغني حاضر. من الالبوم، أنا. لان انت من حق ان صوتك يوصل في بلدك طبعا. قبل طبعا. اي حاجه. طبعا. ونسمعه كلنا وما بنستسلمش. هو انا بستسلم؟ هو انا لا انا بقول لك واحنا ما بنستسلمش. ولا انا بستسلم. ولا انا اتفضل. هو انا بستسلم؟ هو انا ليه مش عارف اتكلم؟ قال وانا فاكر نفسي معلم، شفته قصادي ضعفت انا ليه؟ معقول كده جابني كده بسهوله بنظره شغلني؟ هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي؟ ده انا اللي كانوا بيحكوا عليه. هو انا بستسلم؟ هو انا ليه مش عارف اتكلم؟ قال وانا فاكر نفسي معلم، شفته قصادي ضعفت انا ليه؟ معقول كده جابني كده بسهوله بنظره شغلني؟ هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي؟ ده انا اللي كانوا بيحكوا عليه. بقى ده اسمه كلام؟ انا كده سلام، مش عارف انام بنظره من عينه. هعملها معاه وانا هرجع بقى ماشي وراه، لازم ابقى معاه مش سايب وانا اسيبه. هو انا بستسلم؟ هو انا ليه مش عارف اتكلم؟ لو انا فاكر نفسي معلم، شفته قصادي ضعف. معقول كده جابني كده بسهوله بنظره شغلني؟ هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي؟ ده انا اللي كانوا بيحكوا عليه. بقى كده معقولة؟ هو أنا إيه لسه في سنة أولى؟ ينفع قلب أنا كده بسهولة حد بنظرة أفكر فيه؟ إذا كده مش سايبه كلها يوم وهكون أنا جايبه. أصل أنا عارف إن أنا عاتبه زي ما عين أنا طالع عليه. بقى كده معقولة؟ هو أنا إيه لسه في سنة أولى؟ ينفع قلب أنا كده بسهولة حد بنظرة أفكر فيه؟ كده كده مش سايبه كلها يوم وهكون أنا جايبه. أصل أنا عارف إن أنا عاتبه زي ما عين أنا طالع عليه. بقى ده اسمه كلام؟ أنا كده كده مش عارف أنا بنظرة من عينه. هعملها معاه وانا هبقى ماشي وراه، لازم ابقى معاه مش سايب ولا دين. هو انا بستسلم؟ هو انا مش عارف اتكلم؟ قال وانا فاكر نفسي معلم، شفته قصادي ضعفت انا ليه؟ معقول كده جابني كده بسهوله بنظره شغل؟ هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي؟ ده انا اللي كانوا بيحكوا عليه. الله يا تامر حلو قوي. ربنا يخليك.